سفاح معقد نفسيا بيخطف البنات الحوامل ويولدهم ويحتفظ بالجنين بتاعهم ويقتل الامهات. انتوا بتسمعوا محمد شمس وده فيلم من الاخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. بنت بالليل ماشيه في الشارع لوحدها وخايفه وعماله بتتلفت حواليها وتدخل المحل بتاعها وتقفل الباب كويس من وراها، لكن في حد بيخبط عليها الباب وبيطلع واحد لابس جراح وبيديها حقنه منومه، ولما بتفوق بتلاقي نفسها نايمة على ترابيزة وبيفتح بطنها وبياخد الجنين بتاعها اللي بيكون لسه ما اكتملش وبيحطه في بطرمان ازاز جواه محلول وبيخلص عليها بعديها. وبنروح بعدها لدكتورة نفسية اسمها سوزان وبتسأل السكرتيرة بتاعتها عن مواعيد بكرة وبتعرفها ان مواعيدها مع مريض بس واحد اسمه مارك بكرة ورافض يقول باقي معلومات عنه، وحجز سيشن ساعة واحدة وتعرفها انها طلبت اسمه التاني وعملت عنه بحث وطلع اسمه واحد بس مات من 5 سنين في حادثة عربية. وبترجع سوزان لبيتها وبيكون فيه جوزها وبنتها، وبتسمع عن سفاح في التلفزيون بيخطف البنات وبياخد الأجنة بتاعتهم وبيقتلهم بعدها وبيكتب لهم على الحيطة انه بيغرق في اعماق احزانه. وبتفتكر سوزان ان هي دي الجملة اللي كتبتها في نهاية كتابها الاخير. وتاني يوم ترجع العيادة وبتسلم على صاحبها اللي في المبنى اللي قصادها من العمارة، وتسمع صوت واحد عمال بيزعق مع السكرتيرة وبيقول لها ان دي اغلى ساعة اشوفها في حياتي لحد دلوقتي، ازاي هي بتعمل كده؟ ويبان انه زعلان جدا علشان بيدفع مبلغ كبير قوي بالنسبه له في الكشف. ولما بيدخل لها بتعرفه سوزان ان الوقت عندها غالي جدا علشان كده ساعتها هي كمان غاليه، وبيعرفها انه بقاله 3 شهور شغال علشان يجيب 8 كشف في ساعه واحده يقعدها قدامها، ودي بتكون اول مشكله ليه. وبيقول انه عايز يختفي او يموت لانه ما عندوش حد في حياته غالي عنده. ويعرفها انه اكبر من بنتها بشويه ويا ريت تعتبره زيها. بتتصدم جدا بس لما بتبص وراها وتفتكر ان صورة بنتها وراها بتهدى شويه، وبيستأذنها يروح الحمام وتقوم تلاقي في حاجته تذكرة المركب باسمها، فبتترعب جدا وتكلم جوزها اللي مش بيرد عليها. ولما يرجع مارك تحاول تتهرب منه وتديله فلوس الكشف لكنه بيرفض، فبتقوله عن التذكرة اللي شافتها في هدومه وبتجري على الحمام وبتلاقي السكرتيرة بتاعتها مقتولة جوه، وبياخدها على العيادة علشان يكملوا باقي الساعة اللي دافع فيها مبلغ كبير. وبيفكها وبينام هو ويغمض عينه وبيعرفها انه وهو صغير قتل ابوه وامه المستهترين. سوزان بتحاول تلفت انتباه صاحبها اللي في المبنى اللي قصادها لكنه ما بيكونش واخد باله منها. وبيكمل مارك انهم كانوا خارجين من مكان سكرانين طينة ومش شايفين قدامهم، وقعدوا في العربية ورا وقعدوه هو قدام بحجة ان هو اللي هيسوق لغاية البيت، وانه خد باله ان في كلارك وراهم وساب الفرامل علشان يخبط فيهم هما الاتنين ويموتهم. بيعرفها انه عمل غلطة ساعتها انه كان هيتحبس فيها علشان ساب بصماته على الهاند بريك، لكنه ما كانش دليل كافي لانه طفل وكان عادي ان بصماته تكون موجودة على اي حتة في العربية، وانه اتعلم بعدها ياخد باله كويس. وكمان عرف ان هما كانوا متبنيينه، وبعد 8 سنين من وفاتهم بيعرف مكان امه الحقيقية من تحليل الدي ان ايه، وقرر يروح لها علشان يقول لها لكنها بتتجاهله، وده لانها كانت بتمضي على كتابها للمعجبين. وبتعرف بعدها ان هي امه، وبيكمل ويعرفها انه زور موته من 5 سنين في حادثة عربية وانه ميت دلوقتي في سجلات الحكومة. وبتعتذر له سوزان وبتعرفه ان هي كان عندها 16 سنة لما ولدته وما عرفتش تحافظ عليه علشان كده عرضته للتبني في الملجأ، لكنه مش بيقبل اعتذارها ويقول لها ان هي حتى ما كلفتش خاطرها وتدور عليه ولو مرة واحدة في السنين اللي فاتت وتخلت عنه، لكنها بتهديه وبتحضنه وبعدها بتغدر بيه وبتضربه بالساعة الرملية على دماغه لكنه مش بيغمى عليه. وبيفوق وبيروح يديها حقنة مخدرة وبيعرفها بآخر جريمة قتل ليه هيعملها، وبيوريها فيديو لبنتها قبل ما بتتخدر، وبياخدها المركب اللي التذكرة عليه باسمها، وبيكون لابس باروكة بنفس لون شعرها. وبتفوق تلاقي نفسها في مسرح الجريمة بتاعه، وبيفتح الباب اول ما تفوق وتلاقي بنتها واقفة بعيد ويقول لها وقت الجريمة الأخيرة جه، ويبان انه رايح يقتل بنتها قدام عينيها وهي مربوطة، لكنها بتفك نفسها وبتطلع تجري عليه وبتقتله بالسكينة، لكنها بتعرف ان دي عروسة معمولة من القش وان مارك كان بيضحك عليها، وبيمس لها في ودنها وبيقول لها ان ده تصرف طبيعي من تجاه اطفالها، ويرمي نفسه من فوق الجبل علشان يموت. وبعدها توجه لها الشرطة بتهمة خطف الحوامل وقتلهم وقتل اولادهم كمان، وده لان مارك ما سابلهاش اي ثغرة ممكن تطلع منها. وبتدخل السجن وهي سامعة صوت مارك وهو بيردد في ودانها وهو بيقول كانت غلطة بس قررت انها ما تتكررش تاني. ولحد هنا يكون خلص فيلمنا، وتنسوش بقى لايك شير سبسكرايب فيلم من الاخر علشان يوصلكم كل جديد.